اخيرا هنوصل عند بوابة الجنة، وامسك كويس في الصورة عشان انت ممكن في اي لحظة تدقلك تحت. تعالوا بقى نشوف حقيقة بوابة الجنة، وهنطلع ال 999 درجة دول ونتعب ويتقطع نفسنا عشان نجيب لكم الحقيقة من فوق. وعاوز اقول لك ان النقطة اللي انا فيها دي طلعت لها بتلفريك هو الاطول في العالم. بس المنظر تحت وبعد كده هنطلع ال1000 درجة عشان لما بنقول 999 الناس بتزعل. طالع كل حيوية ونشاط، هنطلع كل ده ربنا معانا، مشوار لسه طويل قوي. يا رجلي، يا نفسي، تعب جدا يا جماعة والله انتوا مش متخيلين، بسبب المحشي والكرنب والرز. بس انا مش قادر. الحق بص الحاج قلع، يا خبر ابيض، قلع هدومه اهو، قلع هدومه ومش قادر. بقول لك الناس هنا خلاص تعبت. اطلع يا جدو، يلا يا جدو، اطلع يا جدو. هانت يا جدعان، المنظر تحت اتغير تماما. صديقي في الرحله الى الموت، والمصحف ما قادر والله ما قادر. بيشجعني، انا الشاب مش قادر، هو في صحه عني. مش قادر يا جدو والله. المحشي يا جدو، الرز البسمتي يا جدو. يلا يلا يا جدو. كل الجبل ده هينور بالليل بإضاءة رهيبة، إضاءة تحفة، المنظر هيبقى وهم. مشوار صعب تماما. متخيل الناس تحت شكلهم بقى عامل زي النمل بالظبط. مش قادر. وامسك كويس في الصورة عشان انت ممكن في أي لحظة تدقلك تحت. هانت يا معلم، خلاص فاضل لنا 20 سلمة. أخيرا هنوصل عند بوابة الجنة. هي دي يا معلم بوابة الجنة اللي احنا عاملين عليها قلب واتشتمت وطلعوني كافر عليها. على فكرة الدرج اللي انت شايفه ده ما كانش موجود، الجبل ده ما كانش ممهد تماما، ده كان جبل، وهم زمان لما شافوا الفتحة الطبيعية اللي موجودة في الجبل دي اعتقدوا ان هي دي الفتحة اللي بتودي الى السماء، فعشان كده سموها الطريق الى السماء او بوابة الجنة. مش انا اللي سميتها يا معلم، انتوا عادي بتسموا طيور الجنه وسمنه جنه وتسمي بنت الجنه. كلمه جنه بتطلق على حاجات كتير، انا قلت كده في الفيديو اللي فات وقلت هم بيطلقوا عليها كده، مش انا والله اللي سميتها. ما ينفعش تكفروني وما ينفعش تطلعوني كافر يعني. هنطلع فوق بعد كده بقى نمشي على الممر الزجاجي على اعلى قمه فوق في الجبل. يلا بينا. بص احنا كنا فين؟ احنا كنا تحت هناك كده اهو، وادي البوابه اللي ارتفاعها حوالي 150 متر ولا حاجه، بتتكلم في 40 50 دور طلعناهم بالسلالم الكهرباء، بعيدا عن السلالم اللي تحت اللي انت شايفها دي اللي احنا طلعناها. شايف الطريق تحت عامل ازاي؟ نجيب تيكت من هنا اهو ب5 يوان، ندخل ونشوف الجسر ده عامل ازاي. يلا بينا. هو اصلا المنظر من هنا مرعب مخيف. بص الناس كلها ماشيه على المسلح خايفين يمشوا على الازاز. الوضع مخيف جدا، بس انت لازم تجمد قلبك علشان تشوف الخيال. انت منك للهوا تحت كده على طول، مفيش حاجه، وادي الجبل قدامك وادي المنظر الجميل ده. الجبل مخيف يا جماعه، شايف مننا للهوا كده، بص المنظر للهوا على طول. وصلنا للفينش، الحمد لله على السلامه. اوه لا 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 لا، وكمان بالليل هتشوف عرض جامد جدا جدا جدا. اوه تحفه. شايفين المكان؟ هي دي بقى يا جماعه بوابه الجنه بالليل. بصوا عملوا ايه، حطوا على الجبل كله الاضاءه اللي انتوا شايفينها دي، وبيعملوا عرض يوميا كل يوم بالليل بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. تحفه يا جماعه، المنظر من هنا والاضاءه وهم الصراحه، تحفه اخر حاجه. وهي دي الصين يا جماعه، وهي دي بوابه الجنه في الصين.